تنفيذها للقرار الأممي رقم 2602 الذي يرحب بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية من أجل تسوية النزاع المفتعل. بريطانيا تعترف بمغربية الصحراء وتتجاهل أوهام الجزائر، والرئيس الفرنسي يحذر من استفزاز المغرب. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المغترب. أصدقائي، ربما وقع العنوان كان قويا، ولكن ليتناسب مع الخبر الذي على وشك أن أطرحه إليكم أو أمامكم، الحقيقة أن في أي علاقة سياسية كانت على المستوى العالمي، مجرد أن يدخل الاقتصاد والتجارة بين أي بلدين، فاعلم أن هنالك أمرا سياسيا يحدث، وهذا بالضبط ما يجري بين المملكة المغربية ونظيرتها المتحدة. الأخبار اليوم تقول أن اعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء أصبح قاب قوسين، وهذا ما سنراه في حلقة اليوم أعزائي المشاهدين. ومن ثم ما تحدث به الرئيس الفرنسي كان قويا جدا، صادما ومهما، نريد أن نناقشه أنا وأنتم، ولكن كالعادة قبل أن نكمل الحلقة أتمنى أن تضعوا زر الإعجاب والمشاركة وتفعلوا زر الجرس حتى نصل إلى الجميع من محبي المملكة والغيورين على ترابها الوطني. بكل بساطة أعزائي المشاهدين، وهي الأخبار أمامي، قبل أن أخوض بها أكثر علينا أن نعلم أن المملكة المتحدة هي من أصحاب المواقف المتزنة جدا من قضية الصحراء المغربية. ليس هنالك تلاعب، وليس هنالك بعض لربما يمكن أن يقول أو يسميها البعض تنازلات يمكن أن تطرحها على المملكة المغربية من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء. هي قضية بحث وتأكد أكثر من الموضوع، وربما بالنسبة للمملكة المتحدة الأمر أصبح قاب قوسين. قبل أن نخوض أكثر في هذا الحديث، يمكن أن أطرح عليكم في البداية خبرا يرتبط كثيرا بما سأقوله عن المملكة المتحدة، ولكن هو تهديد صدر عن جبهة البوليزاريو الانفصالية التي أشارت إلى حرب شاملة مع المملكة المغربية، وأنها ستهاجم موظفي الشركات الأجنبية المتواجدة في الصحراء، وخاصة تلك التي تشارك في إنجاز مشاريع الطاقة الخضراء. منصور عمر ممثل الجبهة الانفصالية في أوروبا يقول في بيان أن جبهة البوليزاريو تدين محاولات المغرب توريط شركات أجنبية للاستثمار في الطاقة الخضراء في المناطق الموجودة في الصحراء المغربية، مضيفا أن هذا الاستثمار لن يجني لهذه الشركات سوى فقدان استثماراتها والمخاطرة بحياة عمالها وقطع الطريق أمام أي استثمارات مستقبلية واعدة لها مع الجمهورية الصحراوية كما أسماها بعد الحل النهائي للقضية، إلى جانب خرق القانون الدولي والشرعية الدولية وما ينجر عن ذلك من مواجهات قانونية محتملة كما يسميها المتحدث. سبق للبوليزاريو أن دعت في نوفمبر 2021 الشركات الإسبانية الموجودة في الصحراء المغربية إلى مغادرة الإقليم، وهددت بنقل الحرب إلى ما هو أبعد من الجدار الأمني المغربي، وبالتالي جميع الأهداف الجوية والبرية والبحرية المشروعة يجب على المدنيين المستثمرين مغادرة المنطقة، تقول جبهة البوليزاريو الانفصالية. عموما أعزائي المشاهدين، هو كلام أكثر ما يمكن أن نصفه به أنه تهديد، هو أعظم ما يوصف به هذا الكلام، وليس ليس له أي تأثير على الأرض، وليس واقعيا البتة. دخول جبهة البوليزاريو الانفصالية إلى الصحراء المغربية يشبه دخول البقرة في فم قارورة مياه مثلا. لهذه الدرجة الأمر مستحيل أو صعب. ولكن هذه المقدمة من جبهة البوليزاريو، مشكورين طبعا على توفير مقدمات لنا في هذه الحلقات، هو مدخل لي لكي أتكلم في استعداد بريطانيا للدخول بقوة في الصحراء المغربية. شركة بريليانت بلانيت البريطانية استأجرت أرضا بمساحة 6100 هكتار قرب إخفينير نواحي العيون لتنفيذ مشروع لزراعة الطحالب ودفنها في الصحراء المغربية للحفاظ على الكربون الممتص ومحاربة تغير المناخ. تخطط الشركة لبناء مزارع طحالب بمساحة 30 هكتارا، وهي أكبر المزارع في العالم في الصحراء المغربية على ساحل المحيط الأطلسي من أجل الالتقاط وتخزين الكربون من الغلاف الجوي، بعد النجاح الذي حققته من خلال سلسلة من التجارب في كل من تشيلي وجنوب أفريقيا والمملكة المغربية أيضا. اختارت الشركة البريطانية أن تكون سواحل الصحراء المغربية هي قبلة مشاريعها المستقبلية، وخصصت لذلك استثمارا أوليا قدره 12 مليون دولار. بتكلفة منخفضة تقوم الشركة البريطانية بزراعة الطحالب في البرك الضخمة على طول السواحل الصحراوية طبعا لتخزين الكربون وامتصاصه من الجو، وكان لها عدة تجارب ناجحة سواء كان ذلك في المملكة المغربية أو خارجها، منها جنوب أفريقيا على الصعيد الأفريقي وفي تشيلي في أمريكا اللاتينية. لذلك أعزائي المشاهدين يمكن أن نقول أن هذا سيكون بوابة الاعتراف البريطاني في الصحراء المغربية، أي نعم، لأنه مهم جدا، وربما يكون أحد السبل التي تسعى من خلالها بريطانيا لتأكيد شرعية
مطالبة المملكة المغربية بصحرائها، لأنه على أي حال يمكن أن نعتبر أن ذلك الموضوع بالنسبة للمملكة المتحدة ليس مفصليا كما تعتبره فرنسا، ليس بالقدر الذي تهتم به فرنسا. تحاول أن تكون أي فرنسا كاسبة من الطرفين، أو لديها سياسة أن نكيل بمكيالين ولنكسب ود المملكة المغربية والجزائر على أي حال. ذلك مستحيلا على ما يبدو، لأنه أدركت بريطانيا في النهاية أنه لابد من اعتراف بمغربية الصحراء، وذلك قريبا وقريبا جدا. أما بالنسبة لفرنسا أعزائي المشاهدين، وبما أننا فتحنا المجال لهذا الحديث، يجب أن أشير بكل بساطة لأن الرأي العام الفرنسي بات مدركا أن المملكة المغربية لن تتخلى عن قضية الصحراء المغربية ولن تبني علاقة صحية مع فرنسا دون اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء. هذه المجاملات والكلام الذي يأتي من الصحف والجرائد لن تقبل به المملكة المغربية على أي حال. لذلك يقول الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في كتابه زمن المعارك أن المغاربة لديهم حساسية مفرطة، حذاري من الاستفزاز أو التحرش بهم استفزازيا. يقول لا يحتاج المغاربة لمن يشرح لهم أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية، ولن يستطيع أحد إقناعهم بالتخلي عنها. يجب على فرنسا أن تعتبر هذه العلاقة الخاصة هي أهم العلاقات وتحافظ عليها، ليس لأنها بديهية ولكن لأن المغاربة لديهم حساسية مفرطة في بعض الأحيان عندما يتعلق الأمر بقضاياهم الوطنية. لا يمكن أن نستفزهم لأن أدنى خطأ ولو كان غير مقصود يمكن أن يصبح له عواقب مؤسفة. يضيف الملك هو الملك. هو أيضا يجب أن يتمتع رئيس الجمهورية الفرنسية بالحكمة لفهم هذه الخصوصية لديهم، أي لدى المغاربة باتجاه المملكة والملك. إن الملك محمد السادس هو رجل ذو ثقافة واسعة وبراعة فكرية مبهرة. كم من مرة يقول ساركوزي أعجبت بقدرته على توقع الأحداث واستخلاص المواقف والتمسك بمسار الرؤية التي يرسمها للمملكة المغربية. إنه يعرف كيف يكون صديقا وفيا، بل أن وفاءه قوي وصلب مثل الصخور. نادرا ما يعبر صراحة عن انزعاجه أو خيبة أمله، ولكن يشعر بها بعمق. هو وصف لربما أدرك نيكولا ساركوزي كيف يصفه بكل دقة للمملكة المغربية. يقول هو رجل لا يخضع للزمن الإعلامي، عليه أن يتأكد من كلمته أنها لن تستغل، والأسوأ من ذلك لن تشوهها الصحافة. كان جاك شيراك قريبا جدا من الملك حسن الثاني رحمه الله، وكذلك بقي الأمر بالنسبة للابن، ولكن مع مسافة أكبر، ربما مسألة أجيال مختلفة. هذا ما وصفه نيكولا ساركوزي، ويتمنى من إيمانويل ماكرون أن يأخذ العبرة من هذا الموقف. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي حلقة اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها واستمتعتم بها، وعلى أمل لقاء بحلقات جديدة. كان معكم المغترب، دمتم بأمان الله وحفظه، والى اللقاء.